المشهورة الذي يحمل عنوان ينابيع الرؤية. طبعا عادة في الاتحاد نحن تعودنا أن نقيم أماسيا وصابيح شعرية. تقريبا معظم هذه الأماسي الأصابيح كلها تدور دارت حول قص النفر أو حول إضمامات من الشعر تلقى، ولكن ربما إن لم أكن مخطئا هذا أول مرة نقيم ندوة نكرسها إلى فن الرواية. نعم لدينا أيضا جلسات أخرى كثيرة. الباقي تأسيسنا للسرد. نقيم جلسة أخرى لفن القصة القصيرة أيضا، ونقيم جلسة عن الرواية بس عن السرد. نستدعي روائيي كركوك حتى يتحدثوا لنا عن تجاربهم الروائية. يعني عليكم السلام. القصة عموما حكاية، والحكاية هي التي نرويها للآخرين، نروي ما رأينا أو سمعنا أو ما نتخيل من أشياء. هذه القصص أو الحكايات قدر مشترك بين بني البشر، وبتراكم الخبرات وتطور المجتمعات تنوعت الحكايات واكتسبت صفات جديدة وأسماء جديدة، الخرافات ثم الأساطير، وتأخذ المعتقدات القديمة دورا مهما أيضا. وقد تعرض الحكايات على شكل أشعار فتأتي موزونة طورا بدون وزن، بعض المرات نصف قافية وبعض المرات بقافية كاملة. ظهرت لنا ملاحم، ثم ظهرت لدينا مسرحيات، ثم تنوعت المسرحيات إلى تراجيديا إلى كوميديا، والملاحم هي في الأصل حكايات، والمسرحيات هي في الأصل قصص أيضا. ويقف مؤرخو الفن الروائي عند دون كيخوتا الذي عدوا روايته المشهورة لسيرفانتيس، هذه الرواية المشهورة، وقفة طويلة كأنهم رأوها أول رواية رائدة ممهدة لما سيكون الفن الروائي في العقود أو في القرون القادمة. وأشير أيضا إلى رواية مشهورة كلنا قرأناها وحفظناها، رواية روبنسون كروزو لديفو التي ظهرت في عام 1731. وبعد ذلك القرن التاسع عشر الذي يعد بامتياز قرن الروائيين الكبار، ظهر لدينا بلزاك في فرنسا، دوستويفسكي في روسيا الذي يعد أب الرواية. حتى هناك قول مشهور أن العين تتألم فتلد الدمع السخينة، والسماء تتألم فتلد لدينا الغيوم المحلية، وتألمت روسيا وتوجعت روسيا فولدت لنا دوستويفسكي الذي أنتج لنا أو كتب لنا إخوة كرامازوف، الجريمة والعقاب. وحتى تذكر شيء لا أنسى في ذكرى لا أدري الذكرى 50 أو ربما أقل لبوشكين شاعر روسيا الكبير. ألقى بوشكين كلمة في ندوة كانت مكرسة لذكرى بوشكين. جميع السيدات اللواتي كن جالسات في القاعة بدأنا يبكين ويندبن ويعولن ويلطمن، وزحفنا وذهبنا زاحفات إلى حيث المنصة لدوستويفسكي. فقط نتخيل أي كلمة ألقاها هذا الرجل الغريب الذي كان مصاب بالذهان. حتى ستيفان زيفايتس يطلق على أدب دوستويفسكي، يقول بأنه أدب المجادين وبأنه أدب المجانين. وتذكر لنا زوجته عندما كان